نعد ايه تاني؟ نعد تاني؟ يعني مفيش اي نعد افلام تاني؟ حصل فيها بوسه، حصل فيها حضن، اي حاجه مفيش. انا رفضتيها؟ الفيلم الوحيد اللي مفروض الاستاذ اه. نادر جلال كان عصر القوه، الاستاذه ناديه الجندي، اه. كان في مشاهد مفروض تتعمل، مم. وانا للاسف الشديد قلت له يا استاذ نادر انا مش هقدر، مش عارفه، يعني قلت له انا مش مم. هعرف اعمل المشهد، لدرجه ان الاستاذ نادر جلال زعل مني جدا، وراح كان في الاوتيل اه. ورزع الباب وقال انا هخرج واسيب لك الكاميرا، اقسم بالله وزعل مني ان انا ما عملتش اه. المشهد، بس انا ما كنتش عارفه اعمله. يمكن مش ده هو اللي اثر عليكي في الفتره مين؟ الاخيره، ان انت مثلا التزمتي بحاجه معينه، قواعد معينه، وده لما اللي جت اثر بقى عليكي. في السينما، اه. اثر عليا في السينما. لما جت بقى ال يعني انا بس عشان نرجع لاستاذ نادر جلال، طبعا يعني استاذ نادر جلال اه. يبقى طبعا استاذ حسين فوزي جوز عمتي، استاذ نادر جلال ابن اخوه، يعني في صله قرابه، وانا كنت تمام. حزينه وزعلانه ان انا مزعلاه يعني. واتعمل المشهد بطريقه كده، ومفيش كان بقى مشهد ما كانش ساخن ولا اي حاجه، انا رحت مم. عامله كده، وحد يعني فيلم اتعرض واكيد الناس شافته، وما ايوه. عرفتش اعمل مشهد بصراحه يعني. اه. آه انا عايزه اقول لك ان ده اثر عليا، يعني اغتيال مدرس، اغتيال مذيعه، مم. اغتيال مذيعه استاذ اسماعيل مراد، كان اول انتاج ليه، برضو نفس القصه، وما قدرتش اعمله، قلت له انا مش هقدر. اه. واستاذ صلاح قبيله الله يرحمه كان بيقول لي يا هند انت معايا ما تقلقيش انا هخف المشاهد، قلت له مش هعرف والله ما هعرف. كان اول انتاج واول اخراج للاستاذ اسماعيل مراد، كانت النجمه اه. الهام شاهين. وهي اللي خلاص. عملته. هي عامله هي الدور، انا عملت كنت الدور الدور ده. الثاني ما كنتش اه. البطله، انا تمام. كنت رقم 2 يعني. غيره بقى حاجات كتير.